ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هتكلم عن تأمل جديد، تأمل نفسي جديد في موقف قرآني. التأمل النهاردة في موقف فرعون لما سيدنا موسى كان جايله بالهدى من رب العالمين وبالآيات بتاعته وبالمعجزات. الموقف بتاع فرعون لما جيت أبص عليه لقيته موقف تنافر معرفي، cognitive dissonance. ليه موقف تنافر معرفي او ايه التنافر المعرفي ده اصلا؟ احنا خلينا نشوف ان فرعون كان عنده شويه معتقدات، او ده واحد بيقول انا ربكم الاعلى، يعني ده معدي يعني. تخيل ان حد عنده معتقد عامل له سلطه، عامل له جاه، عامل له وضع، انت جاي بتخبط فيه يعني، زي ما بنقول يعني. ففرعون وفي قصاد كده هنلاقي موقف سيدنا موسى في أول القصة وفي آخر القصة. اتعلم سيدنا موسى، اتعلم، ربنا علمه. يعني قبل ما يروح لفرعون يدعوه كان بيقول إن هو خايف، إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني وهكذا. فربنا رد عليه: كلا إنا معكم مستمعون. هنلاقي في آخر القصة لما سيدنا موسى وصل عند البحر، ده مفيش حال، الناس دي ورانا والبحر قدامنا مفيش. اليقين بتاعه او ان هو تعلم من ربنا، هو خلاص لا كلا ان معي ربي سيهدين، خلاص ربنا هيتصرف، انا فهمت، خلاص انا فهمت ان الموضوع ليه حل مهما كان يعني. خلينا نرجع للتنافر المعرفي او الكوجنيتيف ديسونانس عند فرعون كان قاعد في مجلسه العظيم طبعا. فدخل عليه فرعون، دخل على فرعون سيدنا موسى وسيدنا هارون. فرعون بقى: ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين، مش احنا مربيينك وكده وانت قتلت مننا حد وبتاع ومش عارفه ايه. فبجاي يقولوا بدعوك لرب العالمين. ففرعون بقى، انا يعني متخيله المشهد اصلا، يعني فرعون قاعد بقى: قول لي بقى مين رب العالمين بتاعك ده؟ فبيجيب له الايات، بيقول له: ده رب السماوات والارض، ربكم ورب ابائكم الاولين. انت قبل ما يعني ربنا له القدم، انت قبل ما تبقى موجود انت بتقول ان انت اله، طب ما انت جيت، يعني ربنا ليه القدم عنك. فبدأ يقول للملأ اللي حواليه: الا تستمعون، تعالوا شوفوا الراجل ده بيقول ايه. تمام. وطول الثبات بتاع سيدنا موسى، يعني سبحان من ثبته يعني. كان بيتكلم بثبات ويقين مكمل في اللي بيقوله، مكمل في الآيات. هنلاقي ان الثبات ده كمان ازعج فرعون جدا. فقال له: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: ألو جئتك بشيء مبين، أنا جبت لك بقى دليل، يعني نجيب من الآخر، فأتي به. فطبعا سيدنا موسى ألقى العصا فتحولت إلى ثعبان مبين ويده بيضاء من غير سوء، الآيات اللي أظهرها لفرعون. هنلاقي إن التنافر المعرفي بدأ مع فرعون بحتة الإنكار. بدأ الأول ينكر أساسا في حاجة زي كده، بعدين لما اتداس عليه قوي من الثبات بتاع سيدنا موسى بدأ يبرر. بعد كده بدأ يدور على دعم خارجي، اللي هو أنا محتاج ناس تساعدني وتقولي إن أنا على صح، محتاج أثبت إن أنا على صح. والدعم الخارجي كان بالنسبة له من الصحراء. فتخيلوا إن الدعم الخارجي ساعة لما طبعا الصحراء اتجمعوا وهكذا، وعرفوا إن فإذا الثعبان بتاع سيدنا موسى يلقف ما يأفكون وكده، فهم عرفوا خلاص لا ده مش سحر، فألقي السحر ساجدين. الدعم وقع مني على أعين الناس، يعني خلاص، يعني هي كده خلاص. السحر اللي أنا جايبهم علشان يقولوا إن ده ساحر أو علشان كده، وكنت بقول لهم إن هديكم فلوس وبتاع، مفيش. فهنلاقي إن سلسلة التنافر المعرفي ماشي معانا في نفس الخط. هو كان بينكر، بدأ يبرر، بدأ يشوف دعم خارجي، الدعم وقع مني، لا ده أنا هستخدم عنف وتهديد بقى، لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل.
خلينا نقول إن هو التنافر المعرفي بيبقى موجود عندنا كأشخاص. أنا بعتبره إن هو يعني من غير مبالغة والله من الحاجات أو من الحاجات اللي بتسبب أو من المسببات لضلال النفس. يعني حاجة قوية جدا بتسبب ضلال النفس، إن الواحد يبقى عنده معتقد أو عنده فكرة هو شايفها وعارف إن دي حقيقية، ورافض تماما إن يبقى الفكرة دي في بديل ليها، أو إن الفكرة دي خطأ، أو إن المعتقد ده خطأ. وده اللي حصل. يعني سيدنا موسى لما وصلنا للآخر خالص عند نهاية فرعون، لما خلاص بيغرق، قال إيه؟ إن هو بيشهد إن مفيش إله غير اللي آمن بيه بنو إسرائيل. يعني حتى الشهادة بتاعته كانت شهادة تشوبها يعني الشكوك، وهو خلاص بينتهي. كان بيتقال لنا في بعض الحاجات يعني المتعلقة بالكورسات وكده، إن الناس لما بتقرب قوي من الموت ممكن تعدل من سلوكاتها وتعدل من أفكارها في مراحل لاحقة. لكن أنا شايفة إن حتى النقطة دي بتبقى هداية من ربنا، بس لأن في ناس كتير تعرضت للموت أو تعرضت لمواقف فيها قرب جدا من الموت وعملت زي فرعون كده. يعني هي بتآمن بس ساعة البتاع، لما ربنا يكشف الضر خلاص بيرجعوا زي ما كانوا. ففي الأول في الآخر ربنا يلهمنا الصواب، وربنا يرينا الأشياء كما هي، لأن الموضوع ده صعب جدا إن احنا الواحد يشوف حاجة مش موجودة، أو يشوف حاجة مش حقيقية، أو يشوف حاجة ويبقى نفسه مهيئاله إن الحاجة دي حقيقية أو صحيحة وهي مش كده تماما، ويمكن اللي حواليه كلهم شايفين كده. أو ممكن يكون اللي حواليه بيبقوا يعني دايرة دعم ليه بيأيدوه وبيشجعوه إن هو يعمل كده، وكلنا في الآخر راجعين لربنا فرادى. فالهدى من عند ربنا يعني. أشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني وموقف تاني فيه تأمل نفسي لموقف قرآني. وكل سنة وانتم طيبين.